السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، القفل عندك لكن المفتاح عند الله. كل واحد منا عنده قفل من المشكلات والأزمات والمصائب والأمراض والديون والأوجاع والهموم والغموم والأحزان، ليس لها مفتاح إلا عند الباري سبحانه وتعالى. أبونا آدم عليه السلام وقع في الخطيئة، هذا قفل، وقع في الذنب، ولكن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. أتى المفتاح، فرج الله عنه لأنه استغفر وأناب. نوح عليه السلام وقع في كارثة، في مصيبة، وقومه حاصروه، وأتى الطوفان ودعا ربه سبحانه وتعالى: ربي إني مغلوب فانتصر الله له ونجاه ونصره وجعل العاقبة له. إبراهيم عليه السلام كان عنده قفل، وضع في النار، ولما اتجه إلى النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا مفتاح، فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما وأهلك قومه. وأيوب عليه السلام كان عنده قفل، مرض طويل مسه الضر سنوات وأعوام عديدة، وفي الأخير قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا مفتاح، فشافه الله وعافاه وكشف ما به وأتوا أهله مثله معهم. ذنون كان في قفل، في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة الحوت كان في بطن الحوت، وظلمة البحر في قاع البحر. أتى بالمفتاح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله، وكذلك ينجي المؤمنين، ونصره وأعاده سالما غانما. وزكريا عليه السلام شيخ كبير مدرك منتهي هرم، وامرأة عاقر يريد ذرية، ولكن المفتاح سأل ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ففتح الله عليه ورزقه يحيى نبيا عليه السلام جميعا. نبينا عليه الصلاة والسلام في الغار حوله 50 سيفا تقطر دما وموتا، قال: لا تحزن صاحبي، لا تحزن إن الله معنا. وسأل ربه وأتى المفتاح، نجاه الله ونصره وكشف ما به وجعل الدائرة على خصومه بأبي هم صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام يتجه إلى البحر أمامه الموت، أمواج وطوفان، وخلفه العدو فرعون بجيوش جرارة. يا ربي ماذا أفعل؟ طلب المفتاح، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. جاء المفتاح: اضرب بعصاك البحر، انفلق البحر وصار يبسا ونجا وأهلك الله أعداءه. كل واحد منا ترى عنده مصيبة، عنده قفل، لكن يطلب المفتاح من الله بالاستغفار، بالدعاء، بالصلاة، بالصدقة، بالتوبة، بحسن اللجأ إليه سبحانه وتعالى. فتح الله علينا وعليكم، ويسر الله أمورنا وأموركم، وكشف الله ما بيننا وبكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.